يلا يا جماعه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ثم اما بعد. اخر حاجه توقفنا عندها الحصه اللي عدت، كنت بديك زمن واحسب به المسافه من الرسم البياني. بمعنى كنت بديك مثلا عندي 5 ثانيه المسافه بكام، فكنت بتروح انت عند ال5 ثانيه دي. بس دي واحده بس لما نرسم خطوط يعني. تمام؟ اي نعم، هو مش زي في الكراسه يعني عشان السبوره مفيش مقاييس وكده، بس يلا عايزينه خط مستقيم. فكنت بعمل انا مثلا عندي ال5 ثانيه دي عاوز المسافه بكام، فتروح عندي 5 ثانيه وافضل طالع خبطت في الخط اروح لغايه بكام؟ 25 متر. طب عاوز عند الزمن 8 ثواني المسافه بكام؟ عند الزمن 8 ثواني المسافه بكام؟ عند 8 كده افضل طالع لحد ما خبطت هنا كده اكسر شمال الاقيها كام؟ 40. والعكس لو انا اديتك عند المسافه 20 الزمن بكام؟ مش هروح كده ادور على 20 هنا، ادور عند المسافه 20 هنا، اروح كده لحد 4. بعدين رحت سالتكم سؤال يعني قوي شويه، مش عارف سالتكم انتوا ولا سالت الاولاد يعني. لو عند الزمن مثلا او عند المسافه، بلاش المسافه، عند الزمن 5.5، عند الزمن 5.5 ثانيه 25 هيبقى ما بين ال 26. بص كده ادي هاي ال 5.5 اللي هنا كده، فاطلع لحد النص هنا كده، خبطت في النص ده هي لحد النص هنا. ايه اللي بين ال 25 وال 30؟ 27.5. 27 يا ما انت طب انت كنت بتسمع الفيديوهات؟ طب ماشي، حاول ما تغبيش. طيب على الحصه اللي فاتت يعني. يا على الحصه ايوه، ده خدناها الحصه اللي فاتت، فانا بقول له خدناها الحصه اللي فاتت يعني، مش لسه الحصه ديت. تمام يعني بديك مثلا الزمن، فبروح عند الزمن ادور عليه، ده مثلا عند 5 ثانيه، فبروح عند 5 ثانيه افضل طالع لحد ما خبطت في الخط ده، اروح شمال كده الاقي اللي انا عاوزه اللي هو المسافه يعني. تمام. طب عايز مثلا عند 2.5، فين 2.5؟ دي 2 ودي 3، فال2.5 بينهم في النص. يبقى اطلع لحد النص هنا، اروح هنا كده الاقيها بين ال10 وبين ال15. ايه الرقم اللي بين ال10 وال15؟ 12 ونص. 12 ونص. حلو كده؟ يعني بص كده 15 احوش من 10 تبقى 5، اخد نص 2.5، يبقى احط على 10 هتبقى 12 ونص هنا كده. طيب ما علينا بقى، ايه اللي هناخده الحصه دي بقى جديد؟ يبقى احنا كده اتعلمنا نحسب المسافه او نحسب الزمن من الرسم البياني. اولا لو قلت لك الرسم ده بيدل على ان الجسم بيتحرك بسرعه يعني بسرعه منتظمه. احنا خدنا الحصه اللي برضه قلنا عشان الجسم يتحرك بسرعه منتظمه في رسمتين، لو مسافه وزمن يبقى خط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل، لو سرعه وزمن يبقى خط مستقيم افقي يوازي محور مين؟ الزمن. واحده واحده بقى عشان خاطر ما حدش يقول مش فاهم وكده. ركزوا معايا، احسب السرعه ازاي معايا حسنى؟ طيب حسنى ركز معايا، بص عليا، احسب السرعه ازاي؟ على جنب كده وما علينا من الرسم دي. السرعه دي بتساوي حاجه اسمها دلتا ف على دلتا زياده. يا استاذ زي الدلتا دي اللي اول مره اخدها، كلمه دلتا حرف اغريقي، في حروف اغريقيه كتيره زي مثلا دلتا، زي ميو، زي رو، زي ابصاي، حاجات كده كتيره تاخدوها بعدين يعني. تمام. فالدلتا دي ايه معنى الدلتا في اليوناني؟ معناها التغير، بيرمز لها للتغير. يعني كلمه التغير يعني مثلا انا كان طولي 70 سم وكبرت شويه بقى طولي 100 سم، يبقى اتغيرت قد ايه؟ 30 سم. حلو كده؟ كنت 70 بقيت 100 يبقى اتغيرت كام؟ 30 سم. هذا اسمه التغير ده. حلو كده؟ عرفنا ان انا اتغيرت، ده اسمه التغير في الطول. طب لو انا ماشي بسرعه 7 متر كل ثانيه وبقت سرعتي 10 متر كل ثانيه يبقى اتغيرت بكام؟ 3. اسمه التغير في السرعه بقى، فاهمه؟ طب هنا اسمه دلتا ف. يعني ايه دلتا ف؟ تغير في المسافه. يعني مشيت مثلا مسافه 3 متر، بعد كده مشيت فضلت امشي لحد ما بقيت 10 متر يبقى اتغيرت قد ايه؟ تغير في الحاجه دي يعني كان ايه وبقي ايه. بمعنى شايف الجنب ده طوله كام؟ مثلا وليكن طوله 10 سم. حلو كده؟ بيعزنه بيكبر، كبر يبقى احنا قسنا ده 10 سم، كبر بقى 15، يبقى الشويه اللي اتغيرهم دول قد ايه؟ 5. طب لو عايز اعرفها يا استاذ بالحسابات اللي اعرفها ازاي؟ النهايه ناقص البدايه، يعني نقول 15 ناقص كام؟ 10 تطلع معاك 5. هي دي اسمها التغير في الشيء، يعني ده اسمه التغير في الطول. التغير في اي حاجه بقى، يعني مثلا بنتكلم عن المسافه، مشيت لحد مشيت 20 متر، ده في الصبح كده شفتني مشيت 20 متر، رحت انت مشوار ورجعت لقيتني مشيت 26 متر، في اللي كنت 20 ضغط بقيت كام؟ 26، يبقى التغير كام؟
اقول 26 ناقص 20 يبقى كام؟ 6 متر. عرفت يعني التغير؟ يعني الشيء النهائي ناقص الشيء الابتدائي. طيب فدلتا ده حتى ومنها اتخذت كلمه دلتا نهر النيل. بص كده لما مثلا نقعد نرسم الخريطه بس انا مش بتاع دراسات يعني فمش عارف ارسمها اللي هو هنا البحر الاحمر ومش عارف ايه. فالدلتا تحس ان هي مثلث ايه؟ بس مثلث مقلوب صح كده؟ فسموها الدلتا عشان يعني تشبه المثلث المقلوب. يعني فرع دمياط وفرع رشيد كده لما التقوا مع بعض مع البحر المتوسط بيعملوا لنا حاجه اسمها بس ايه الحروف اللي كاتبها دي اصلا؟ هنا كده بقول لك يعني في حاجه اسمها حروف اغريقيه زي ميو رو وابصاي ودلتا. فالحرف ده حرف اغريق علينا يعني اسمه ايه؟ التغير. اسمه التغير. ماشي. يعني في اي رسم بياني بنحسب بحاجه اسمها التغير ده. بس في الكتاب كاتبها الميل بيساوي ايه؟ ما انا لسه بقول لك حاجه ماشي واحده واحده يعني بقول لك ايه هو التغير ده لسه ما خدناش حاجه اسمها الميل ولا حاجه. بقول لك يعني ايه دلتا يعني التغير. طب ايه التغير ده؟ الشيء النهائي ناقص الشيء الابتدائي. الشيء النهائي ناقص الشيء الابتدائي. طيب بص من الاخر كده انا عاوز احسب السرعه بتتحسب ازاي من الخط؟ بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام خدي اي نقطتين يعجبوكي. يبقى ازاي احسب السرعه؟ هاخد اي نقطتين يعجبوني. انا بالنسبه لي مثلا وليكن خدت ده النقطه دي وخدت على سبيل المثال النقطه دي. طبعا ما باخدش النقطه اللي هنا كده، باخد النقطه اللي عند العقد اللي هو بص على اللي هو عند التقاطع المربعات دي هنا كده مثلا هنا ما تاخدليش هنا كده، تاخدليش هنا كده، خد هنا كده فانا خدت ده وخدت ده. في مشكله؟ يبقى انا ماشي واحده واحده عشان ما حدش يقول مش فاهمها اقولها من الاول. ده مش نقطة. يبقى اخد نقطتين. احنا كده مش نقطه. مين جا مش فاهمها؟ انا قلت مش شايف. مش شايف. طيب يبقى عملت اول حاجه خدت نقطتين. يبقى اول حاجه عشان احسب السرعه هاخد نقطتين. انهي نقطتين يا استاذ؟ اي نقطتين يعملوا ايه؟ يعجبوكي. تمام؟ طيب بعد كده اجي كاتب القانون كده. بص عليا كده. فين النقطة الأعلى اللي فوقها دي صح ولا لا؟ أبص بصة كده بصة من هنا كده. بقولها كام؟ 25. هي المسافة فوق والزمن تحت. دي مسافات وده الزمن، احنا خلينا بس واحدة واحدة. يبقى جوه النقطة دي 25. أجي نزل النقطة الثانية دي بقولها كام؟ 5. بس هنا بينهم ناقص 5. ما اصلا كلمه دلتا في على دلتا زي معناها في 2 زي ما احنا لسه شارحين ناقص فيه 1 اللي هو النهائي ناقص الابتدائي. يعني زين 2 ناقص زين 1. حلو كده. فكلمه دلتا دي بيبقى فيها ناقص. تاني خدت نقطتين بعد كده مسكت النقطه العاليه الرقم اللي قبالها حطيته ناقص من عندي. النقطه الثانيه الرقم اللي قبالها حطيته صح؟ خلصت من فوق كده. هنزل تحت بقى اللي تحت ده هيتكتب تحت هنا كده ازاي؟ هرجع تاني النقطة دي اروح هنا لا ما خلاص ده خدته 5. اخد الرقم اللي اللي هو كام؟ 5. قول 5 ناقص 1 ناقص برافو عليك 1. 25 احوش منها 5 يقول يبقى كام؟ 20. لكن 5 احوش منها 1 4. 20 على 4 اللي مش عارف يحسب بالآلة الحاسبة فيها الخمسة. انا بجيب سرعة صح؟ متر كل ثانية. بمتر ولا ثانية ولا متر كل ثانية؟ متر كل ثانية. متر كل ثانية. طب استاذ انت بتقول لي يا دكتور خد اي نقطتين. طب انا لو خدت نقطتين تانية هيختلفوا. لا مش هيختلفوا. خد اي نقطتين يعجبوك. مين مثلا اخد لك انا نقطتين اللي جوه ال10 هنا كده. يا ريت كنت سبتيه ضربنا احسن من الرشوه دي. اكتر حاجه يا ابني كمل. ايه الرجعه؟ خلاص تمام كده. جيب المسافه والزمن. طيب نرجع لمرجوعنا. مين وقعوا؟ خلي بالك يا شهد ركز معايا. يلا يا جنى اذا كان عندك عشيه. يبقى انت خدت هنا كده قبل ال10 عايز تاخده فين تاني؟ قبل 35 مش هنزعلوكي. يبقى احنا خدنا النقطتين الحمر دول. حلو كده؟ او تاني حاجه اعمل ايه؟ هكتب تبعين تساوي. جاي الكلام ده؟ بسرعه جاي الكلام ده؟ ايوه جاي. ماشي. بص كده هبص. ما انت ما حدش كده يقعد ورا. انت كان في كورس خلاص يبقى خليك قاعد وانت ساكت. بس يبقى فوق يا استاذ. ماشي 35 ناقص 7. يبقى واحده عشان يفهموا اللي مش فاهم. جوه النقطه دي 35 انزل تحت جوه النقطه دي 10. ارجع للنقطتين الثانيه اللي انا اخذتهم. 7 ناقص 2. 7 ناقص 2. فاهمه؟ ناقص 2.
يلا مين يقول 35 احوش منها 10؟ 5 متر كل ثانيه. لازم يطلع الرقم واحد، لازم يطلع الرقم واحد. طب واحد مره دايما في المسائل ديت دي واحده ليه هقول لك دكتور. دايما لو نفس الخط ده، يعني هو خط واحد ده لازم يطلع نفس الرقم ده، تمام كده؟ مفيش تحويل في المسائل ديت؟ في المثال اللي هو الميلو كده لا مفيش تحويل، هي اتحلت هتحلك على طول يعني. يعني ايه يطلع الحلول زي بعض؟ طب يا ما هقول لك. حل العجله، حل مسائل العجله غير الحل العين لسه ما خدناهاش، فلسه ما دخلناش في العيله خالص، تمام؟ تمام لسه ما نخش في العيله. هنا كده ده خط واحد صح؟ الجسم ده بيتحرك بسرعه يعني سرعه منتظمه، يعني ينفع يطلع رقمين مختلفين ولا لازم يطلع نفس الرقم على طول؟ عشان هي سرعه منتظمه وثابته فلازم يطلع 5 على طول. طب اخر مره عشان خاطر ايه؟ اللي مش متاكد يتاكد واللي مش فاهمش انا هاخد اول نقطه واخر نقطه. يلا يا سلمى كده اعمل ايه؟ انا هكتب عين يساوي يساوي خدت دي وخدت دي يساوي بص انا هاخد النقطه ديت اللي فوق 45 بص كده اول حاجه بص على الشمال 45 ناقص هي بس صفر على بعد 9 استني يا 9 ناقص صفر 45 حش منها صفر يبقى 45 و9 حش منها صفر تبقى 9 45 لازم يطلع كام؟ 5 متر كل سنه من غير ما نحسب حتى. يعني اي حاجه بنعملها هنا يا استاذ اي حاجه هنا، لكن بعد كده عاد ممكن بص كده تعال نصعب شويه تاني. يعني هو كل رقمه ب5؟ لا مش كل رقم 5 في الرسم، هي جت الصدفه دي ان هي 5 يعني. انا غيرت الارقام، انا مثلا هنا كده غيرت الارقام دي وغيرت الارقام دي، الخطوات ثابته لكن الارقام دي مالكيش دعوه بيها، بس لما اطلع رقم لازم لو عملت اي خطوات تانية تطلع نفس الرقم. افرض الارقام مختلفه، لو الارقام اختلفت مثلا طلعت بسبعه مثلا، يعني طلعت بسبعه، لو قعدت اجرب اعمل نقطتين تاني لازم تطلع بكام؟ 7. طب افرض اختلف يعني ايه؟ طلعت زي دي مثلا 1 طلعت 5 مثلا. الغيب اختلفت تبقى انت اللي غلطانه، فهمتي؟ يعني تبقى انت اللي غلطانه في الحل. المسألة كلها يطلع 5؟ لا مش هيطلع 5، يطلع نفس الرقم كله لو عملت اي. هنا المسألة دي طلعت ب5 عشان هي طلعت ب5، لكن مثلا لو انا عملت مسألة عملت خط تاني كده، عملت خط تاني غير ده هيطلع بعكس الرقم، هيطلع برقم مختلف تاني كام الله اعلم، المهم مش هيطلع ب5 يعني. اهم حاجه من الخط دوت. تعال ناخد واحد تاني وانت تفهم اكتر. على فكره هنصبح انت شايفاها؟ تعال نشوف. كل واحد يتكلم في دور كده ما يعني ماشي ركز معايا. مش عارف ايه بص على كده، تعال ناخد واحد تاني كده. ده جسم اسمه س، يعني تمثيل السرعه الجسم اسمه س، وده تمثيل السرعه الجسم اسمه ايه؟ ص. حلو كده؟ اسمه ايه؟ ص. ماشي. او خليه كده، الخط اصلا مش خليه لحد هنا كده بس، انا عامل رسم لحد هنا. ماله الخط؟ تقصد مش على العقد يعني؟ مش تحت الشرط، مش لازم. واتس ذا بروبلم؟ لازم يجي من تحت. مش لازم يكون على العقد. تمام كده؟ اصبر عليا، انا عملت خط اهو. ماشي؟ طيب سألني في السؤال في الامتحان بيقول لي عاوز احسب النسبة بين سرعة الجسم صاد إلى سرعة الجسم س. يبقى عاوز هنا كده، عاوز يحسب نسبة سرعة الجسم صاد إلى سرعة الجسم س، يعني عاوز يعني عاوز نفتح شرط الكسر واحسب له عين صاد على عين س. طب اجيب عين صاد ازاي؟ بجيبها زي ما احنا بالخطوات اللي احنا جبناها. طب عين س ازاي؟ بالخطوات. طب يلا نمسك واحده كده. مين هيجيب لي عين صاد؟ بص عليا، بص المعلومه دي الاول. هنا لما اخد نقطتين، اتفقنا من شويه ما ناخدش نقطتين عندي غير عندي العقد، يعني ما اروحش اخد نقطه هنا كده، دي عندي العقده دي تمام كده. ممكن اخد هنا لا، ممكن اخد هنا يعني مثلا هاخد دهيتي وهاخد البدايه خالص عشان نرتاح يعني. هاخد دي مين يحل؟ انا حاليا بجيب عن صاد ولا عن سين؟ يا استاذ سامح حل انت. ماشي حلنا بسرعه. حاليا بجيب عن صاد ولا عن سين؟ عن صاد. حلو كده؟ ها عين صاد جاي
40 40 ناقص صفر يعني 40 و كام؟ 5 بس يعني 5 حلو كده؟ 40 5 فيها كام؟ 8 متر كل ثانية صح؟ اجيب عن سين ازاي؟ جبناها لسه شرحناها كذا مرة، خدنا نقطتين مثلا نقطة البداية والنهاية 45 ناقص صفر على 9 ما طلعين مختلفين عشان ده خط وده خط تاني، لكن لنفس الخط ده لو خدنا نقطتين هيطلع واحد حلو كده؟ يا أستاذ أنا مش فاهم، ما كانش حد يتكلم. مش فاهم الكلام يعني ولا مش فاهم اللي انا قلته ده؟ هما لما بيتكلموا مش فاهمين. ما انا بسال بيتكلموا عشان انا بسال، يعني مثلا بقول لهم يا 45 ناقص كام، هم بيقولوا صفر فاهمه؟ كانوا مش بيجاوبوا، انا لما انا بسال فهم بيجاوبوا. خلاص ما حدش يجاوب، ركزوا معايا. ده حسبناها ازاي؟ خدت نقطتين نقطه ونقطه، فقلت 40 ناقص صفر اللي هي 40 على 5 ناقص صفر اللي هي 5. بدل الحسب عشان مخه مش بيعرف يحسب، كتبت 40 على 5 طلعت كام؟ 8 متر كل ثانيه عشان دي سرعه. رحت اجيب السين برضه خدت نقطتين دي ودي 45 ناقص صفر 45 9 ناقص صفر 9 ما حدش يتكلم يبقى 5 متر كل ثانيه. راح واحد سأل قال يا ما مش زي بعض ها، اصبر بس علي اصبر علي ده اسمه جسم سين يعني عربيه ثانيه خالص، عربيه وده اسمه جسم صاد عربيه ثانيه خالص حلو كده؟ يعني ده لوحده وده لوحده، ده لوحده وده لوحده. انبسط ده بس طالما خط مستقيم كده وده بيتحرك بسرعه منتظمه، وانبسط ده بس ده بيتحرك برضه بسرعه منتظمه، ما دخلش الاتنين في بعض، يعني ده لوحده وده لوحده ماليش دعوه ببعض. ده كده ان خدت اي نقطتين تاني يطلع بكام؟ يطلع بنفس الرقم ده. خدت نقطه ثانيه ونقطه ثانيه يطلع بنفس الرقم ده. طب سيبك من ده، مسكت ده خدت اي نقطتين يطلع بكام؟ 8 حلو كده؟ يعني ده جسم بيتحرك بسرعه منتظمه ودي جسم بيتحرك بسرعه منتظمه. بحسبها ازاي؟ باخد اي نقطتين واحسبها تمام؟ لسه ما خلصتش. هو مش عاوز كده، مش عاوز تحسب ده وتحسب ده، عاوز النسبه بين سرعه الجسم صاد الى سرعه الجسم س. يعني عاوز عن صاد على عن س. ايوه عن صاد بكام طلعت؟ 8 عن س بكام؟ 5 بس كده يبقى ده الحل. طب يا استاذ متر كل ثانيه ولا متر ولا ايه بالظبط؟ اي نسبه في الدنيا ملهاش وحدات، ليه؟ ال8 ديت متر كل ثانيه وال5 دي متر كل ثانيه، في المتر كل ثانيه راحت مع المتر كل ثانيه ما بيجيش فيها وحدات، فلما اسمع معايا كلمه اي نسبه ما تبقاش فيها وحدات يعني تمام؟ طيب يهمني بس ان طب ايه اللي انا بعمله ده؟ اللي بعمله ده حاجه تاخدوها في الرياضه، هتاخدوها في الرياضه بس لسه في الهندسه قدام شويه يعني الترم ده، تاخدوا حاجه اسمها ميل الخط المستقيم. قانونه فرق الصادات على فرق السينات. ما هو الهند ده مو بساط، فرق الصادات مش ده كان اسمه محور صاد؟ ده اسمه محور سين؟ بس هنا عشان احنا علوم مش كاتبين صاد وسين، كاتبين ايه؟ ركز معانا ما تركزوش معاهم هم. هنا فيه وهنا زين. فواخدين فرق الفهات، مش احنا عملنا كده؟ ده ناقص ده يبقى فرق الفهات على فرق الزيات اللي هي الزين والزين يعني تمام؟ طيب انت بقى تاخد القانون العام اللي هو في الرياضه بقى فرق الصادات على فرق السينات. طيب فبيديك حاجه اسمها الميل اللي هو ما انا بقول لك في الرياضه فرق الصادات على فرق السينات ده. لا فرق اللي هو الفهاد ده اللي هو في 2 اللي هو دلتا فيه، دلتا فيه على دلتا زين يعني تمام كده؟ طيب لما بقسم ده على ده بيطلع لنا مين؟ لما بقسم ده على ده بيطلع لنا مين؟ طلع لنا حاجه اسمها السرعه حلو كده؟ طيب بص يا استاذ صلى على النبي عشان تكتر حسناتكم. انتوا متخيلين هنا مين سرعته الاكبر سين ولا صاد؟ صاد بشكل عام. بص كده بشكل عام بقى لو عندك ده وده كده وده كده مثلا، ده اسمه سين وده اسمه صاد وده اسمه عين ف وزين من غير ارقام ولا اي حاجه. قلت لك سرعه مين اكبر واحد؟ عين. بص كل ما اجرب من محور اللي هو محور الراس ده اللي هو الف، كل ما يكبر الميل اللي هو السرعه يعني كل ما السرعه تكبر. يعني سرعه السين الاكبر ولا سرعه الصاد ولا سرعه عين؟ سرعه عين حلو كده؟ ان قال علل عشان خاطر بس ما ابقاش محفظ وخلاص. بص كده علل. تعال ناخد اي زمن يعجبكم، تعال ناخد الزمن ده. بص عليا ركزوا معايا واحده واحده. عند الزمن 3 لو انا طلعت كده هلاقي الجسم س ده واخد مسافه كام؟ 15. طب حلو. طب ان كملت طلوع ده هلاقي جسم صاد واخد كام؟ 25. يعني بعد 3 ثواني كان الجسم س ماشي 15 متر، ونفس ال3 ثواني كان الجسم صاد ماشي كام؟ 25. يبقى مين اللي كان اسرع فيهم؟ صاد. طب قول الكلام ده باللغه العربيه. علل
ليه سرعه الجسم ص اسرع من جسم س؟ ما حدش يتكلم. ليه سرعه الجسم ص اسرع من جسم س؟ هقول ايه؟ لان جسم ص قطع مسافه اكبر من جسم س خلال نفس الزمن. لان جسم ص قطع مسافه اكبر من جسم س خلال نفس الزمن. تمام؟ يعني الجسم ده اللي من فوق ده قطع مسافه اكبر من ده خلال نفس الشيء، نفس الزمن يعني. يعني انا دكتور بقول لك اجري انتوا الاثنين، بعد 3 ثواني وقفوا، فبعد 3 ثواني قلت لك انت مشيت 15 وهي مشيت 25 وانا مغمض عينيها مين الاسرع؟ اللي قطعت مسافه اكبر هي اللي ايه؟ اسرع. فالجسم ده قطع مسافه اكبر من ده خلال نفس خلال نفس الزمن، صح؟ يعني كل ما نطلع المسافة كل ما الخط ده يطلع كده كل ما السرعه تكبر، يطلع كده السرعه تكبر. يعني انا لو رسمت كده س ولا ص ولا عين اللي اكبر واحد؟ عين. حلو كده؟ عين هي اللي اكبر اكبر شيء. مفهوم؟ طيب كاضافه لكم يعني، بس انتوا لسه ما خدتوش حساب المثلثات، ما حدش فيكم خد ظا وجا وجاتا، صح؟ خلاص ان شاء الله نبقى نخليها في المراجعه، واحنا بنراجع كده بضيفها لكم طالما انتوا لسه يعني تكونوا خدتوا حاجه اسمها حساب المثلثات اللي هي جا وجاتا وظا. طيب اللي هي جب نعم. مثلا انت قلت اللي هي انت في السؤال ده النسبة بين سرعة الجسم ص وسرعة الجسم س، ممكن مثلا لو احنا طلعناهم فيها اختصارات نختصر؟ لو فيها اختصار نختصر مثلا، فاهم؟ يعني 8 على 5 ما نقبلش اختصار فمش هختصر، او ممكن اعمل لها حسبه وادوس اس دي اشوف تطلع بكام. تمام؟ طيب ممكن تطلع مثلا في حدود 1.3 من 10 1.6 من 10 لو عملناها دي 1.6 من 10 1.6 من 10 تقريبا، صح ولا غلط؟ بسرعه طيب. خمسة على 8 8 على 5 ولا 5 على 8؟ 8 على 5. اي واحد وستة صح يا أستاذ؟ ماشي. طب حسبتها ازاي يا استاذ عشان خاطر اعرف احسب رياضه؟ فضلت انزل 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 خليتها بقت يعني 5 و3، يعني ما هو الثمانيه دي 5 و3 صح ولا لا؟ 5 زائد 3 يعني ف5 على 5 فيها الواحد، و3 على 5 اللي هي 6 على 10 اللي هي 6 من 10. طيب بص كده عيان وزين 10 20 30 5 10 15. انتوا عارفين ان احنا لو عايزين نمثل السرعه المنتظمه، لو العلاقه بين المسافه والزمن عباره عن خط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل. طب لو بين السرعه والزمن؟ خط مستقيم يوازي محور خط مستقيم افقي يوازي محور الزمن اللي هو محور السينات يعني. مثلا وليكن هنا كده. فجيب لي سؤال في الامتحان، بص بيقول لي اسمع السؤال حلو، احسب لي المسافه من الشكل البياني ده، احسب لي المسافه التي قطعها الجسم بعد مرور 10 ثواني. 10 ثواني. بص عليا كده، افتكر القانون. المسافه الساويه السرعه في الزمن السرعه في الزمن يبقى فيه بتساوي عين في زين. عين بكام؟ طبعا عين برقم واحد بس اللي هو الثابت اللي هو بكام؟ صح؟ وانا قلت لك عند الزمن كام؟ حددت لك ما سبتكش حيران، قلت لك عند الزمن 10، يعني عندي ال10 هنا كده فيبقى 10 20 في 10 ب 200. 200 ايه؟ متر بالثانية. لو انا بحسب سرعه ولا مسافه؟ مسافة. متر. يمكن قشطه. لا بس ازاي اصلا هو مش اسهل؟ بص في قانون كده خدناه اسمه ف بيساوي عن في زين. يمكن ما تحاول تيجي يعني حاول تيجي عارفه اقسم بالله كان يعني في طلبات مثلا زي نسيبه اخت الجويريه ده وكده يعني كان ممكن تبقى عيان قوي تعبان قوي اللي هو جايه بالعافيه جاي بص ممكن جاي مش هتفهم بس هي تبقى قاعده كده اللي هو بيجي بالعافيه الدرس يعني. وفي طلاب ثانيه يعني النهارده الجو حر كنسل بلا درس بلا بتاع يعني هو من فلاح فما في اللي بيعمل كده يعني. طيب فتحاولوا تلتزموا بالدرس هويتي لان كل حاجه متعدي لا هقدر اعيد لما انا اكبر سبب لان انا بصور الفيديوهات ده عشان ما حد يجي يقول لي يا استاذ انا فاتني كذا عيده له اقول له موجود على اليوتيوب بقى. لو معكش راوتر في البيت روح عند اي واحد بتاع سنترال ونزل الفيديوهات واسمعها تمام كده. فاكبر سبب اللي مخليني بصور الفيديوهات ده عشان ما حدش يقول عيد تاني لان انا مش هيبقى في وقت اعيد خاصه لما ابدا ثانويه عامه اولى ثانوي وثانيه ثانوي. فهي حاجه هتفوت حاجه مش هقدر اعيدها الا بقى في المراجعه وفي المراجعه ببقى مكثف يعني مش هشرح بالتفصيل بتلاقيني بقى بدات ادي حاجات صعبه في المراجعه. مش كل سنه ما تقدرش ترجع لنا. لا هنراجع ان شاء الله تمام. السنه تمام. بالذات الترم ده بالذات هنراجع لكن الترم الثاني بيبقى منهج اطول وزمن اقل بنخلص بالعافيه. طيب نرجع لمرجوعنا. فعندنا قانون اسمه ف بتساوي عن في زين. ايه ف اللي هي المسافه وهي عيان سرعه وزين اللي هي الزمن.
طيب السرعه بكام؟ شايف السرعه؟ الخط عند مين؟ 20. كده معايا السرعه، دي السرعه دي. عرفت ازاي دي السرعه؟ ما ها مكتوب فوق سرعه فوق. تحت الزمن. وانا بقول لك عند الزمن 10 ففي 5 في 10 في 15، انا بقول لك عند الزمن 10 يبقى الزمن بكام؟ ايوه انا بقول لك المساله عند الزمن 10 يبقى السرعه ب 20 والزمن ب 10. 20 في 10 بالاله الحاسبه يطلع لك كام؟ 200 متر. متر عشان المسافه بالمتر. ماشي؟ طيب بص يا جماعه كده الدرس دوتي ما انا عاوز فهم فعلا وكتير جدا في الرسومات البيانيه. احنا خدنا كام رسمه بيانيه؟ خدنا 2 بيعبر عن جسم يتحرك بسرعه منتظمه. هذا اللي مش عارف خدنا دي كده هش وخدنا دي كده، دي كده ودي كده. بس ده هنا بكتب مين؟ ممكن يجيب لك في الامتحان ده مين ومين ده مين؟ دي المسافه وزمن. خط مستقيم، خط مستقيم مالي يمر بنقطه الاصل. طيب وهنا سرعه، خط مستقيم افقي يوازي محور الزمن. طب ركزوا معايا بقى لان كل حصه بقى هنبدا ناخد كده مسافة وسرعة. مسافه فين دي؟ يعني سرعه ومسافه كده عين وفه عند ثبوت الزمن ولا مش عند ثبوت الزمن؟ حددي لي. لا مش لو الزمن مش ثابت هتبقى كده ثابت، يعني السرعه تبقى ثابته. الزمن ثابت. بس هتبقى لو الزمن ثابت بص كده، منتظم صح؟ بص كده عين بتساوي فيه على زين. لو الزمن ده ثابت ده في البسط وده في البسط ساعتها هتبقى كده. طب لو الزمن لو مش ثابت، لو مش ثابت هتبقى سرعه ثابته. تمام؟ لو مش ثابت يعني ده قاعد يتغير وده قاعد يتغير، فده مثلا لو زاد للضعف ده يزيد للضعف فيروحوا مع بعض تفضل دي ثابته. يعني ده بيزيد وده بيزيد فمش ثابت الزمن. اما الزمن لو الزمن ثابت ده قاعد يزيد وده ثابت فالسرعه تزيد معاه، يعني تبقى علاقه طرديه كده. ماشي؟ بس انت مش هسألك عن العلاقه بين السرعه والمسافه. طيب بص عليا بقى، عاوزكم تبقوا فاهمين الرسم البيانيه اكتر من كونكم حافظينها. انا خليكم تستنتجوا كده الرسومات البيانيه بنفسكم. بص عليا كده، المره دي من جسم بيتحرك بسرعه منتظمه الحقيقه. المره دي جسم واقف ساكن. هسالكم سؤال، بعد 5 ثواني وهو ساكن كده السرعه تبقى بكام؟ ايه؟ جسم ساكن سرعته بكام؟ صفر لو مش بيتحرك. ايوه سرعته بصفر. طب بعد 5 ثواني يبقى بكام؟ هو لسه ساكن. طب بعد 10 ثانيه؟ هو الزمن الزمن قاعد، الزمن مش بيرحم حد، الزمن شغال على طول. ايوه. اما السرعه مفيش سرعه عشان ماشي. بعد 10 ثواني، بعد 15، بعد 20 وكذا. امثلهم كده، ارسمهم كده تبقى دي مش هتبقى عندك في الكتاب فتبقوا تعملوها يعني. ده اسمه ده لا جسم ساكن، ده جسم ساكن للعلاقه بين السرعه والزمن. خط مستقيم، خط مستقيم، خط مستقيم افقي منطبق على محور الزمن. خط مستقيم افقي، مش ده افقي ده ولا مايل؟ المايل يبقى كده او كده يعني. ده خط مستقيم افقي منطبق ولا يوازي؟ منطبق على محور الزمن، يعني نايم على محور الزمن كده. تمام؟ طيب افترضنا كانت العلاقه بين المسافه والزمن فيه وزين. انا عايزكم تتخيلوا ان انا مشيت 5 متر. حلو كده؟ مشيت لحد 5 متر هنا كده يعني. ووقفت. فبعد 3 ثانيه هبقى مشيت كام؟ 5 متر برضه. بعد 4 ثانيه، بعد 6 ثانيه، يعني الزمن قاعد يعد والمسافه بتزيد ولا بتقل ولا ثابته؟ ما انا واقف. انا مشيت 5 متر ووقفت. الزمن شغال ولا واقف؟ لا شغال. لكن المسافه مفيش مسافه ثانيه، انا واقف اصلا. فبعد فتلاقيها المسافه ثبتت كده والزمن الزمن شغال. يبقى خلي بالك، بص دي خدناها قبل كده بس كانت كده عين وزيان وكانت كده صح؟ طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه جسم بيتحرك بسرعه منتظمه. اما ده جسم ساكن، جسم ساكن يعني ثابت يعني. وده جسم ساكن للعلاقه بين فه وزين. لا وقف كده كده. احنا خدنا 4 رسومات. العلاقه هي اللي بتتغير. خدنا رسمتين للسرعه المنتظمه اللي هي كانت كده على السريع. هنا فيه وهنا زين، وهنا عين وهنا زين كانت كده. ده اسمها سرعه دي عين منتظمه. طيب الرسمتين دول جسم واقف ساكن، جسم ساكن. طيب ولو مفيش حاجه برضه ساكن؟ فين دي؟ لا ده في، انت ممكن ما فيش، في خط ازرق منطبق. طيب نسكتش. طب افترضنا
بص عليا كده، همسح انا ده، همسح ده، بنقول ده عندكم ده. هو ده موجود عندكم بس دلوقتي لا. ما انا معيش نقص هي موجودين معاهم. عايز اقول اصور ده تصور في ثانيه عشان همسح عشان في الدرس الثاني هو فين برضه صفحة؟ اللي هو ده اللي هو جسم ساكن. انا هحفظ رقم الصفحات ما قبل العجله، قبل صفحه العجله. هنا كده؟ ايوه قبل صفحه العجله دي من تحت. تمام؟ تمام؟ كفايه واحد بس صوري خلاص. افترضنا بقى بصوا عليا، في زين في زين في بص عليا، احنا اتفقنا لو هو خط مستقيم علاقة تربية. ده اسمه ده. اوصف حركه الجسم ده جسم يتحرك بسرعه سرعه منتظمه. دي سرعه منتظمه. افترضنا برضه كان باين كده وكل حاجه بس ده مش خط مستقيم، اما كده او ملخبط كده. ده كله ده اسمه ايه؟ جسم بيتحرك برضه يعني مش ساكن، لان لو ساكن كان يبقى كده. ادي فيه وادي زين كان يبقى كده زي ما احنا عاملين من شويه ومسحنا. ده جسم ساكن، ده جسم ساكن. ده جسم بيتحرك بس بسرعه غير منتظمه. في الامتحان بقى يسكت ما يسكتش، يجيب لك كده في وزين. قبل ما ارسمها بس عشان ابقى رسمتهم كلهم قدامكم. ده اسمه ده جسم بيتحرك بسرعه غير منتظمه. طب ودول مين ده؟ ايوه طيب ده وده سرعه منتظمه. طيب لسه رسمين احنا من شويه لو كده او كده في زين. ده عملناها في زين، عين زين بقى، عين زين. ده جسم ايه؟ ساكن. طيب في الامتحان بقى راح يجيبها لك ازاي هنا؟ بص كده سين صاد عين لام. ايه؟ ده اللي ساكن اللي هي فين ده؟ الزمن والصراع. ده ممكن يمشي كده. منتظمة وغير منتظمة. ثانية ده مش فاهم ده يعني؟ الجسم ساكن يعني سرعته بكام؟ يعني اخد سرعه برقم هنا ب5 ب6 ب7 ب8 ولا اخدها بصفر؟ بصفر. طب بعد مرور الزمن هتزيد عن الصفر؟ ولا تفضل بالصفر الصفر تكبر جوه الصفر؟ ده من الجسم بيتحرك، ده انا بمثل بيانين بايدي لكن ده من الجسم قاعد يمشي كده. تمام؟ تعالى نيجي احنا كده. بيسألك في الامتحان بيقول لك ايه؟ اوصف لي حركه الجسم ده، اوصف لي حركه الجسم في الفتره س صاد. برافو عليك. راح فيكم اللي عمل ايه؟ الحته دي شبه دي. ايوه صح؟ طب دي اللي هو سرعه منتظمه، الجسم بيتحرك بسرعه منتظمه. طب في الفتره صاد عين شبه مين؟ منتظمة بس ممكن واحد يقول شبه دي وشبه دي، اقول لك لا خلي بالك انا كاتب هنا مين؟ في وزين مش عن وزين، في شبه دي. اسمه ده جسم ساكن. طب في الفتره عن لام السرعه غير جسم بيتحرك بسرعه غير منتظمه. يعني كان ماشي بسرعه منتظمه بعد كده وقف له شويه ريح له شويه بعد كده بدا يتحرك سرعته تتغير يعني سرعه غير منتظمه. تمام؟ ايوه بيقول لك اوصف حركه الجسم في الفتره س صاد وفي الفتره صاد عين وفي الفتره عين لام. فانا بوصف له واحده واحده. بقول له في الفتره س صاد جسم يتحرك بسرعه منتظمه، في الفتره صاد عين جسم ساكن، في الفتره عين لام جسم يتحرك بسرعه غير منتظمه. ليه صوت عام ما قلناش سرعة منتظمة؟ صاد عين خلينا نجاوبها. صاد عين هي دي شبه دي وشبه دي صح؟ بس دي مكتوب ايه فوق؟ مكتوب عين وزين. هل دي عين وزين؟ ولا فيه وزين؟ ودي شبه مين؟ شبه دي. لازم بقى بحافظ كل الاشكال البيانيه فيها في دماغي. تمام؟ طبعا اللي فاهم مش هيحفظ اي رسمه بيانيه، هيبقى بس فاهم عارف ايه اللي بيحصل. طيب حد عنده مشكله؟ طبعا هي الأخيرة مش مفهومة. الاخيره دي مش مفهومه؟ لا مفهومة. بص عليها.
من س لحد ص دي شبه مين في الرسومات اللي فوق؟ مش شبه دي؟ صح ولا لا؟ طب وده جسم ماله؟ جسم بيتحرك بسرعه، فانا بقول له في الفتره س ص جسم بيتحرك بسرعه منتظمه. طب والفتره ص عيان مش شبه دي؟ يبقى جسم ساكن. طب ومعنى لا مش ملخبطه زي دي؟ جسم بيتحرك بسرعه غير احنا لسه ما بدأناش في العجلة صح؟ لسه هناخد في العجله. يا اختي يا هنروح على المخاص ان شاء الله، مش عايز كلام. يلا هنخش بقى على حاجه اسمها العجله. حد يتعب ولا خلاص سيبه؟ حد متصدع من الموتور ده؟ الموتور ده طلع صوت كبير ولا؟ طيب ركزوا معايا. اللغه العربيه لغه ثريه غنيه، يعني ممكن كلمه واحده بس تتحط في جمله يختلف معناها، في جمله ثانيه يبقى لها معنى ثاني. بمعنى لو انا قلت لكم دلوقتي راح اركب العجله واجيب العشات مثلا، راح اركب العجله واجيب العيش، يبقى اقصد بكلمه العجله الدراجه. الدراجه يعني صح؟ طب لو قلت لكم والله وانا راكب العربيه العجله الورانيه فرقعت، اقصد بقى الكاوتش، مع اني قلت كلمه عجله. طب رحت قلت لك ده في حاجه اسمها العجله بحسب بيها تردد نغمه مجهوله. عجله الصفار، برافو عليك، اللي احنا خدناها في ثاني اعدادي. عجله الصفار اللي بتحسب تردد نغمه مجهوله. طب قلت لك مثلا سالتك كده فرحت بقول لك هي المسافه على الزمن ده مين؟ رحت اتصرفت قلت مسافه على الزمن عجله سرعه، قاعد تعمل كده يعني استعجلتي. لو كنت فكرت شويه كنت قلت مسافه على زمن دي سرعه، فتقول ده سرعه، فلما تأنيتك شويه قلتها صح. حلو كده؟ فانا اقول لك برافو عليك، ده في التأني السلامه وفي العجله الندامه. يعني يعني انت شاطره، سالتك سؤال ما حكيتش تفكر، رحت مجاوباني غلط، فرحت انا زعقت لك وقلت لك مع اني مش بعملها يعني، بس انا مثلا يعني قلت لك غلط، ازاي تقولي كده غلط ومش عارف كده يعني. طيب ازاي تقولي كده يعني وانت شاطره؟ فانت رحت تقول لنفسك يا ريت ما كنتش استعجلت، يا ريت ما كنت فكرت شويه الاول. فده اسمه في التأني السلام، يعني لو كنت صبرت كنت سلمت من الخطأ. اما لو استعجلت ممكن تغلط في العجله الندامه فقعدت تندم يعني. فاقصد بكلمه العجله هنا ان هو الاستعجال في اتخاذ الراي. طيب فكلمه عجله لها كذا معنى. طيب هنا العجله دي انهي معنى من دول؟ ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، حاجه ثانيه خالص. يبقى العجله بتاعت النهارده اللي احنا هناخدها ديت حاجه ثانيه خالص. اتعب يا حسن، معلش يعني انا اسف. اطلع بره كويتي هتلاقي فيه زرار مرسوم عليه مروحه، اقفليه بره اللي هو بتاع الموتور بسرعه شويه. طيب ماشي يلا ركز معايا. طيب بص على كده، لو انا ماشي كده بتحرك وسرعتي اتغيرت يبقى في حاجه اسمها عجله، يبقى في حاجه اسمها عجله. طب لو ماشي والسرعه ما اتغيرتش يعني سرعه منتظمه ما يبقاش في عجله. تاني لو السرعه بتتغير يبقى فيه عجله، سرعته ما بتتغيرش ما يبقاش فيه عجله. يعني لو جسم بيتحرك بسرعه منتظمه يبقى في عجله ولا ما فيش عجله؟ مفيش. في ولا ما فيش؟ ما فيش عجله عشان السرعه مش متغير. سرعة منتظمة يبقى ده سرعة طيب ركز معايا، اقول تاني، لو في تغير في السرعه يبقى فيه عجلة. ما فيش تغير في السرعه ما فيش عجلة. انا عايزكم تحفظوا الجمله دي. لو في تغير في السرعه، يعني في سرعه بتتغير يبقى في عجله، ما فيش تغير في السرعه مفيش عجلة. كلمه مفيش عجله يعني العجله بصفر. ايه هي العجله اللي لسه هناخدها، بس انا عاوز حاجه تثبتها في دماغي. لو في تغير في السرعه في عجله، ما فيش تغير في السرعه يبقى اروح ادور على العجله دي في حته ثانيه، ما فيش عجله. يعني لو انا بتحرك بسرعه منتظمه يبقى في عجله ولا ما فيش عجله؟ في ازاي؟ ما سرعه منتظمه انا سرعه ثابته مفيش تغير. حلو كده؟ سرعه منتظمه انا سرعه مش هتتغير يبقى مفيش عجله. طب بتحرك بسرعه غير منتظمه انا سرعته بتتغير يبقى فيه عجله. حلو كده؟ لاخر مره لو في تغير في السرعه في عجلة. مفيش تغير في السرعه مفيش عجلة. طيب يعني لو قلت مثلا كده الحركه المعجله، خلي بالك اسمها الحركه المعجله عشان ابقى كاتب تعريف هنا كده في الورقه وبكتب اكتب المصطلح العلمي، هلاقي حد كاتب لي الحركه المعجنه طيب مين عجنها؟ طيب الحركه المعجله، ايه الحركه المعجله دي؟ من اسمها قبل ما اقول التعريف، كلمه حركه معجله
يعني حركه اكيد فيها تغير في السرعه، معجله يعني فيها عجله يبقى في تغير في السرعه. حركه معجله يعني حركه فيها عجله، بما ان فيها عجله يبقى فيها تغير. طب تغير في السرعه يعني ايه يا استاذ؟ يعني السرعه بتزيد ولا بتقل؟ تزيد او تقل، ده اسمه تغير. اقفله بسرعه. حلو. طيب يبقى الحركه المعجله هي الحركه، الشباك هو الشباك، الباب هو الباب، مش هبقى كاتب لك الحركه المعجله عرفت تقول هي سرعه. الحركه المعجله هي الحركه التي تتغير فيها سرعه الجسم. مش عجله يبقى تتغير سرعه الجسم. طب تتغير ازاي؟ يعني تزيد ولا تقل؟ بالزياده أو النقصان. او النقصان. يعني نقصان تقل يعني. ومين اللي ماشي على طول؟ بمرور الزمن. تاني بالبلد كده الحركه دي اللي هو بتتغير فيها سرعه الجسم سواء زادت او قلت باسمها حركه معجله. عاوز يعني مش اول ما تلاقي نفسك تعبت روح. مش هروح حاجاش نخلص. ماشي. طب أنا عندي قرآن. عندك قرآن في حكمه الظهر؟ ما حفظتش ليه من امبارح؟ مش كل شويه تقاطعيني في الفيديو، كل مره تقعد تقول لي عندي كذا وما عنديش كذا، ماليش دعوه حاجاش اخلص يا لا المره اللي عدت قعدت تقول لي عندي قران وكده. تاني يبقى الحركه التي تتغير فيها سرعه الجسم بمرور بالزياده والنقصان بمرور الزمن يبقى اسمها الحركه المعجله. عاوز حد شاطر يرفع ايده ويعرف لي الحركه الغير المعجله اللي هي مش موجوده في الكتاب بس ممكن تجي لك في الامتحانات. قولي كده. صح، هو ده نفسه كله بالظبط بس الكلام فيها لا. ما بص، حركه غير معجله يعني حركه ما فيهاش عجله يبقى ما فيهاش تغير فيها في السرعه. يبقى الحركه التي لا تتغير فيها سرعه الجسم سواء كانت بالزياده او النقصان مش هتتغير حتى لو ما قلتش بمرور الزمن. يبقى حركه بتتغير فيها سرعه الجسم يبقى حركه معجله، ما بتتغيرش فيها سرعه الجسم غير معجله. عرفنا ايه الحركه المعجله والحركه غير معجله؟ الحركه المعجله عندنا في الكتاب، الحركه غير معجله مش موجوده في الكتاب. طيب العجله نفسها القانون هو العجله دي عجله اول حرف فيها عشان نرمز لها اول حرف فيها عين عجله. انا لما اقول لك اول حرف فيها بتكلم كلام عربي اول حرف فيها عين بس اروح اعمل عين. ده احنا خدنا عين قبل كده صح ولا لا؟ اللي هي السرعه. فخلاص ناخد الحرف الثاني. من عارف انا اقصد دلوقتي كلمه عجله دي عاوز ارمز لها برمز. عجله عاوز ارمز لها برمز. فرحت احط اول حرف لقيت نفسي حطيته قبل كده اللي هو بتاع مين؟ بتاع السرعه. ما لو كنت لك عين هتبقى بقى سرعه ولا عجله مش هبقى عارف. فنخش على ثاني حرف حط الجيم يبقى هنرمز العجله برمز ايه؟ جيم. حلو كده؟ طيب ودي بتساوي ايه بقى؟ بص علي. تفتكروا تساوي السرعه على الزمن ولا التغير في السرعه؟ التغير في السرعه خلال الزمن، يعني الزمن اللي اتغير فيه ده اللي احنا بنسميها برضه دلتا زين يعني الجيم بيساوي دلتا عين على دلتا زين. حلو كده؟ طبعا لو قلت لك فكيها انت عرفت الدلتا دي يعني الحاجه الثانيه ناقص الحاجه الاولى اللي هو تبقى عن 2 ناقص عن 1 على زين 2 ناقص زين 1. بس انا بحب اسيب اللي تحت دي زي ما هي، بحب اسيبها دلتا زين يعني. واحنا بنحل دايما اول نقول القانون العجليات تقول لي عن 2 ناقص عن 1 على دلتا زين. تمام؟ تاني واحنا بنحل لما نقول ده كده انا عايزك تقول دي صح ودي صح بس انا عايزك تقول دي واحنا بنحل عشان بس. حلو كده يبقى قانون العجله عن 2 ناقص عن 1 على دلتا زين. تغير في السرعه على دلتا زين. ماشي يعني ايه المشكله؟ عايز تقول دلتا عين على دلتا زين يعني؟ طب انا قلت ده غلط ماشي دلتا عين على دلتا زين او عن 2 ناقص عن 1. فانا قلت تغير في السرعه على دلتا زين. عايز تكتبها بالعربي يعني؟ ما انت تكتبها بالعربي اكتب التغير في السرعه على التغير في الزمن. زين 1 ناقص زين 2. لسه كنت بقول لكم اياها ممكن اقول زين 2 ناقص زين 1 بس انا هسيبها دي بحب اسيبها دي لانه في المسائل انا بقول لكم الشيء اللي انسب ليكم. في المثال مش لما يجيب لك زين 2 وزين 1 بيقول لك خلال الفتره الزمنيه قدرها كذا. فهي بيجيب لك حاجه واحده بس كده فانا سيبها حاجه واحده بس. اما هنا كده بيجيب لك عن الثانيه بكام وعن الاولى بكام عشان كده فاككهم هنا كده. تمام؟ يعني دايما اللي انا كاتبه ده هويتي اللي هسهل لك في الحل. تمام؟ يبقى جيم بيساوي عن 2 ناقص عن 1 على دلتا زين. طيب ده من حيث القانون. من حيث التعريف هو انا فاهم القانون ده مش فاهم ازاي.
فين ده؟ ده هو ممكن يكون ده وده بس صح؟ بص عليه يا ممكن يكون ده وده صح؟ ده او ده. بص عليه يا ولاء. عموما الدلتا دهيت معناها الشيء، ما انا متكلم الدلتا دي عموما معناها الشيء الثاني ناقص الشيء الاول. لو كاتب دلتا تليفون هنا يبقى تليفون 2 ناقص تليفون 1. دلتا عين دلتا عين 2 برضه هتقول دلتا تاني. هي الدلتا دي معناها الشيء الثاني ناقص الشيء الاول. دلتا في تبقى في 2 ناقص في 1. طب دلتا زيان 2 زين 2 ناقص زين 1، بس انا ما رضيتش افكها يعني خليتها دلتا زين زي ما هي. حلو كده فكيت اللي فوق بس ماشي. التعريف ركز معايا كده. عايز قبل ما اعرفها حد يعرف له السرعه، يرفع ايده ويعرف له السرعه. المسافه المقطوعه، المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن. حلو كده. طيب هنا التعريف بقى مقدار التغير في السرعه خلال وحده الزمن. يعني لما ده يبقى بواحد. تاني ايه العجله؟ هو السرعه، لو قال العجله هي السرعه خلال وحده الزمن صح ولا غلط؟ غلط. لو قال العجله هي السرعه خلال وحده الزمن صح ولا غلط؟ غلط. تغير في السرعه خلال وحده الزمن. مقدار التغير في السرعه معدل الزمن خلال وحده مقدار التغير في السرعه خلال وحده الزمن. يبقى التعريف الاول مقدار التغير في السرعه خلال وحده مين؟ الزمن. جميل. طب انا قبل كده في الحصص اللي عدت قلت اي حاجه مثلا كده شيء على زمن، مثلا هنا را على زين يعني ده بيساوي مثلا وليكن لام. فبقول لك اعرف لام طالما على الزمن كيف اقول المعدل الزمني للتغير في را مثلا. المعدل الزمني للتغير في را. مين يقدر يعرف العجله بقى؟ المعدل الزمن التغير في السرعه. يبقى يجيب في الامتحان يقول لك المعدل الزمني للتغير في المسافه هو نقط، بينما المعدل الزمني المعدل الزمني للتغير في العجله. هذا العجله دي؟ دي مش العجله. هنعرف القانون. طيب لو قلت في الامتحان المعدل الزمني للتغير في المسافه هو نقط. طب المعدل الزمني للتغير في السرعه هو نقط. يبقى معدل الزمن للتغير في المسافه، لو هنا في مسافه يبقى ده سرعه. معدل الزمن للتغير في السرعه هو مين؟ ماشي. يبقى المعدل الزمني للتغير في السرعه. طب هدي سؤال صعب جدا. تعريف يعني. حلو هنا. ده تعريف مش مثلا مين يقول دي؟ المعدل الزمني للتغير في المسافة خلال وحدة الزمن. السؤال ده يجي السنة اللي عدت لثالثة إعدادي الترم الأول اللي هو احنا فيه دوت يعني تمام؟ وكانت النتيجة إن 95% من المدرسين مش من الطلاب حلها غلط. حلو كده 95% من المدرسين حلها غلط دهيات تمام كده؟ ليه؟ أول المعدل الزمني للتغير في المسافة شفت كده راح يجي كاتب السرعة على طول صح ولا لا؟ هو ده اللي حصل يعني. حتى المدرسين نفسهم اللي غلط دوت مش غلط عشان خاطر هو مش شاطر ولا حاجه، غلط عشان خاطر هو ما كملهاش للاخر. معدل الزمن تغير في المسافه طب ده محفوظ زي التفاهان ده سرعه. بص كده هو فعلا سرعه بس لحد هنا. بس كده من خلال وحده الزمن كده بقول سرعه على زمن بعد كده. يعني قسمت بعد كده تغير في السرعه ده على الزمن. يديك مين؟ هيديك المسافه ازاي؟ سرعه على الزمن ده يديك ايه؟ العجله. وده تعريف ثالث ده. تعريف ثالث ما كانش قبل كده غير من السنه اللي عدت بس، هو مش موجود في الكتاب بس جبت في امتحان السنه اللي عدت في المنيا يعني. اقوى سؤال جه في المحافظات كلها، المعدل الزمني للتغير فيها في المسافه خلال وحده الزمن. ده تعريف مين ده؟ تعريف العجله. طبعا من شده صعوبه موجود في الكتاب؟ لا من شده ده موجود في الامتحان مش موجود في الكتاب. من شده الامتحان يعني اللي جه في المنيا. يعني احنا ده موجود في الكتاب تعريف ده؟ لا. يعني هو من شده صعوبه الامتحان، من شده صعوبه السؤال دوتي راح ادوا درجاتها مين؟ لكل اللي عمل اي حاجه، اللي كاتب عجله، اللي كاتب شباك، اللي كاتب كريتا، اللي عمل اي حاجه يعني كاتب سرعه او عجله او اي حاجه خد الدرجه. استاذ ليه مسافه على زمن يعني سرعه؟ بص كده المعدل الزمن للتغير في المسافه لحد هنا ده سرعه صح؟ بعد كده رحت قلت خلال وحده الزمن تاني. يعني على الزمن بعد كده، يعني اللي جه دوت على الزمن بعد كده. يديك كان مثلا ده تغير في سرعه على الزمن فيديك عجله. طيب كده خدنا تعريف. ممكن برضه اقول خارج قسم التغير في السرعه على التغير في الزمن برضه دي مين؟ عجله. لو هكتب تعريف رابع. طيب عاوزين وحده القياس بقى. وحده القياس بتيجي من القانون. بص عليها كده. تعال نشوف الجيم ده تبقى وحده قياسها. الزمن ده ايه وحده قياسه؟ الزمن بالثانيه صح؟ الثانيه. طيب مين فاكر السرعه؟
متر كل ثانية. متر لكل يعني على ثانيه. يبقى تاني بص كده، الزين الثانيه بتاعتها. طب والعيان متر على الثانيه. ثانيه في ثانيه. واحد ثانيه في ثانيه من ثانيه وثانيه. ثانيه في ثانيه. يروح يطير. سين في سين. 2 سين. ايه ده؟ سين سين 2. برافو عليك. حلو كده؟ طيب انا اعذركم عشان خاطر لسه في ثالثه اعدادي، لكن ده ساعات بيبقى في ثالثه ثانوي وياخد نفس الغلطات ده. نقول سين في سين يقول 2 سين. سين في سين ب 2 سين. طيب امال سين وسين يبقوا كام؟ يعني سين زائد سين كام وسين في سين بكام؟ سين زائد سين 2 سين، انما سين في سين بسين أس 2. بصوا يا جماعه، ده أس واحد وده أس واحد. عند ضرب الاساسات المتشابهه بنجمع اياها الاسس، يعني نحوش دوت كده ونحط واحده بس بكام؟ 2. طيب متر على سنه تربيع اللي هي متر. متر كل سنة تربيع؟ متر كل سنه تربيع. ده بتاع العجله. بص عليها كده، وحده قياس العجله زي وحده قياس السرعه بالظبط، بس تحت تربيع، يعني الزمن تربيع. يعني ايه؟ يعني لو السرعه بمتر كل ثانيه يبقى العجله متر كل ثانيه تربيع. لو العجله لو السرعه بالكيلومتر كل ساعه يبقى العجله كيلومتر كل ساعه تربيع. لو السرعه هيقول لك السؤال ازاي؟ اذا علمت ان المسافه مثلا بالمتر والزمن بالدقيقه، يبقى ايه وحده السرعه ووحده العجله؟ السرعه متر كل دقيقه والعجله متر كل دقيقه تربيع. تاني، المسافه بالمتر والزمن بالدقيقه، انا مديك كده، يبقى وحده السرعه، ما السرعه مسافه على زمن، يعني متر على الدقيقه، لو متر كل دقيقه. طب والزمن زيها بس الدقيقه تبقى بعد كده. في سؤال تاني سبحان الله، انا في المراجعه النهائيه كده عملتها رغم انها مش موجوده في الكتاب ولا اي حاجه يعني، وجدت في الامتحان. ازاي ده؟ بص على كده، همسح ده كده. يجي في الامتحان ويقول لك ايه وحده قياس العجله؟ اختاري يا ترى هي متر كل ثانيه ولا ثانيه تربيع لكل متر ولا متر في ثانيه تربيع ولا متر في ثانيه أس سالب 2. متر كل الثالثة. تعال نشوف واحده واحده. بص على كده، نمسك اول واحده دي. هل ده بتاع عجله؟ ده بتاع مين؟ ده بتاع السرعه. يبقى ده غلط كده، متر كل ثانيه بتاع السرعه. طب تعال نخش على الثانيه. قبل ما نخش على الثانيه بص عليا، لو عندي تفاحتين عاوز اديهم ل4 اشخاص، يعني عندي تفاحتين هديهم ل4 اشخاص، كل واحد ياخد له كام؟ كل واحد ياخد له نص، صح كده؟ بس عندي تفاحتين هديهم ل4 اشخاص، فالتفاحه دي ياخدهم بشخصين يبقى كل واحد ياخد نص، وده ياخد، فاهم؟ يبقى فيها نص. طب لو عندي 4 تفاحات هديهم يعني عندي 4 يبقى ده كام؟ بنص. لو عندي 4 تفاحات هديهم لشخصين، كل واحد ياخد 2، صح كده؟ يبقى هل 2 على 4 زي 4 على 2؟ لا، يبقى ما ينفعش اقلب. هل متر لكل ثانيه تربيع اللي انا كنت لسه كاتبها من شويه هنا كده زي ثانيه لكل متر، زي ثانيه تربيع لكل متر؟ يبقى ده غلط برضه، ما ينفعش اقلب. حلو كده؟ كده تاني غلط. النقطه دي معناها في، انا من شويه كنت كاتب متر كل ثانيه تربيع، يعني متر على ثانيه تربيع. هل دي زي دي؟ هل العلى زي الفي؟ 2 في 3 زي 2 على 3؟ لا، ممكن يبقى ده غلط برضه عشان ده في مش على. طيب قاعد دي برافو. عشان خاطر هي واحده كسر العجله مش متر كل ثانيه تربيع، يعني متر على ثانيه تربيع، صح ولا لا؟ لو دي واحده لو قلت لك 10 على 2 فيهم كام؟ 10 على 2 فيها 5. حلو كده؟ طب 10 في 2 ب 20، صح ولا لا؟ 10 على 2 10 تفاحات على شخصين، كل واحد له كام؟ طب 10 في 2 ب 20. هل ال10 على 2 زي 10 في 2؟ يعني الضرب زي الجسمه؟ طيب هي متر كل ثانيه تربيع، انا كاتب لك متر في ثانيه تربيع، ينفع؟ عشان كده غلط، عشان دي في مش على. فهمتي؟ الثانية فيها سالب. ماشي، اصبر عليا. ماشي؟ طب نخش على ده بقى. سبق وشرحتها في الدرس الاول، قلت لكم لو 10 اس 3 على 10 مثلا اس 6، رفعت ال 10 اس 6 دي فوق، ايه اللي يحصل؟ اللي مش مذاكر ونغير اشاره الاس، يعني هي 10 اس 6 تبقى 10 اس سالب 6 لو طلعتها فوق. تمام؟ الحقيقه لو تحت طلعتها فوق اشاره الاس يحصل لها تتغير، يعني لو كانت بالسالب تطلع فوق تبقى بالايه؟ ولو كانت بالموجب طيب، يعني مثلا لو عندي دلوقتي متر على ثانيه تربيع، انا حبيت ارفع الثانيه تربيع دي فوق، متر كل ثانية لكل يعني على
لكل يعني على. النقطه دي هطلعها فوق تبقى على ولا تبقى فين؟ دي لما ارفعها فوق هنا تبقى على ولا فين؟ سالب 2. ايه ده؟ بص عليها هنا، ما تبصش عليها. دي لما ارفعها فوق هنا كده هتبقى جنب الميم ولا تحتها؟ جنبها يعني ايه؟ ضرب ولا قسمه؟ في صح؟ فده لما اطلعها فوق تبقى في، يبقى اسمها متر في ثانيه قص كام بقى لما اطلعها فوق؟ سالب تربيع. سالب 2 قص سالب ايه؟ سالب 2 عشان هي كانت قص موجب صح كده؟ يبقى الحاله لما ارفعها فوق تبقى قص سالب 2 يعني ده هتبقى دي متر في ثانيه قص سالب ايه؟ قص سالب 2 ماشي؟ فتبقى الاجابه الصحيحه اللي جبت دي في الاختيار تبقى دي. طيب لازم نخلص درس ساعتين حصه بس. خلصنا حصه قاعده ودي الحصه الثانيه فقاعده حصه. يا يعني مشيت لو قعدت بره مش تيجي طيب اول ما يجي وقتكم بالظبط تقتحموا الاوضه يعني. يا جربنا ماشي ركزوا معايا كله. بص عليا العجله دي في المسائل تطلع حيه من ثلاثه منهم رابع، يا تطلع بصفر يا تطلع برقم، الرقم ده ممكن يبقى موجب او ممكن يبقى سالب. حلو كده؟ يبقى تاني الجيم دي ممكن تبقى بصفر ممكن تبقى بالموجب ممكن تبقى بالسالب. طب امتى تطلع كده وامتى تطلع كده وامتى تطلع كده؟ ركزوا معايا الله يقولهم. فاكرين لما قلت لكم لو في تغير في السرعه يبقى فيها عجل، لو ما فيش تغير في السرعه يعني انا قلت لك جسم بيتحرك بسرعه منتظمه يبقى في عجله؟ ما فيش عجله. اذا دلوقتي لو قلت لك امتى الجيم تبقى بصفر؟ تكون السرعه ايوه عندما يتحرك الجسم بسرعه منتظمه. حلو كده؟ عندما يتحرك الجسم بسرعه منتظمه. ايوه يبقى امتى حركه الجسم تبقى عجلته تساوي صفر؟ عندما تحرك الجسم بسرعه منتظمه. طب ليه اثبت رياضيا. هقول لك جيم والله بتساوي عن 2 ناقص عن 1 على دلتا زين، صح ولا انا غلطان؟ صح. طيب لما تكون سرعه منتظمه لو انا داخل سرعه 20 متر كل ثانيه في النهايه هتبقى كام؟ ما هي سرعه منتظمه لو انا داخل سرعه 20 متر كل ثانيه بعد شويه تبقى سرعتها كام؟ 20 برضه عشان دي سرعه ثابته منتظمه صح ولا لا؟ يعني السرعه النهائيه قد السرعه الابتدائيه. يعني مثلا دي ب 20 ناقص ايه؟ 20 والزمن اي رقم انت تحبيه مثلا 3 20 ناقص 20 بكام؟ صفر على اي حاجه؟ صفر عشان كده طلعت ده بصفر. يبقى امتى العجله تطلع بصفر؟ عندما تحرك الجسم بسرعه منتظمه، ولما تحرك بسرعه منتظمه يبقى عن 2 قد عن ايه؟ قد عن 1. طيب امتى تطلع بالموجب؟ بص عليها كده رد عليها الاول عشان خاطر يمكن تخليني دلوقتي يجي له سكر. 5 ناقص 3 كام؟ و3 ناقص 5 كام؟ 5 سالب 2. حلو 3 ناقص 5 سالب 2. سالب 2 كويس. حلو كده؟ يبقى ده موجب 2 لكن ده سالب ايه؟ 2. ملاحظين من هيك؟ ملاحظين لما يبقى رقم كبير الاول ناقص رقم صغير بيطلع بايه؟ لما يبقى رقم صغير الاول ناقص رقم كبير يطلع بسالب صح كده؟ طيب اكيد انتوا بقى تكتشفوا هنا يا حسناء امتى تطلع دي بالموجب؟ اكيد لما ده كبير عن ده يعني يبقى اكبر من ده صح؟ فلما اقول لك انا بسالك امتى العجله تكون منتظمه وموجبه عشان هناخد انواع العجله. امتى العجله تكون منتظمه وموجبه؟ عندما يكون عن 2 اكبر من 1. عندما يكون عن 2 اكبر من من شيخ صباح الفل احنا لسه طب امتى طب لو عكست يعني دي بقت صغيره ودي بقت ايه؟ كبيره هتبقى بيها بالسالب. يبقى امتى تطلع بالسالب؟ لما يبقى الثاني ده عن 2 اقل من عن ايه؟ اقل من عن 1. حلو كده؟ طيب هناخد بس كم مساله كده وهنروح عشان نطبق. هو كده الدرس خلص؟ لا بص عليا كده بص عليا لا هي بس بص عليا جسم تتغير سرعته من 6 متر كل ثانية إلى 12 متر كل ثانية خلال 3 ثواني. احسب
العجلة التي يتحرك بها الجسم. بص كده قبل ما اكتب القانون تعال نطلع البيانات. يلا مين يقول؟ جسم تغير سرعته من 6 ل 12. يعني مين عن النهائيه ومين عن الابتدائيه؟ الستة اللي عندي ايوه كنت ب6 وبقيت ب12 وبعدين الابتدائيه كانت ب6 وبقيت انا ايه ب 12. حلو كده؟ خلال 3 ثواني دي اسمها الزمن اللي من تحت داويتي اللي هو اللي اتغير فيها بس يعني. دلتا زين تساوي كام؟ 3 ثواني. حد يعرف يكتب القانون او حد حافظ القانون؟ عن 2 ناقص عن 1 على 3. هنقول 6 ناقص 12 على 3. هنكتب 12 ناقص 12 الكبير الاول ما ينفعش تكتب عن 1 ناقص عن 2. لا لازم عن 2 ناقص عن 1. لازم يعني هو القانون كده. هو القانون كده اي دلتا في الدنيا يبقى الثاني ناقص الاول. اوكي 12 ناقص كام؟ طب ليه ما قلنا 6 ناقص 12؟ عشان كنا بنقول على 2 ناقص عن 1. هروح انا اخلفهم له هي مسألة يا أستاذ. على دلتا زين. دلتا زين بكام؟ 3. 12 ناقص 6 12 ناقص 6 على 3 بقى 2 اكتب 2 يا 2 متر كل ثانية. متر كل ثانيه. برافو عليك يا حاجه. متر كل ثانيه تربيع. طيب واحد تاني على السريع. عدد المسائل اللي هناخدها بالظبط 4 مسائل بالظبط. حلو كده؟ 4 مسائل تاني يعني. 3 مسائل هنحلهم ومساله انا هسيبها لك وهسيبها لكم واجب. يبقى هنحل كم مساله دلوقتي؟ 4 عشان مش كل ما امسك تقول يا هدي تاني هدي تاني. اوكي طيب. بص كده. جسم يتحرك بسرعه منتظمه 25 متر كل ثانيه. احسب عجلة الجسم خلال 5 ثواني. هنا المسألة دي جت في المنيا السنة اللي قبل اللي عدت. اوكي؟ وطبعا نص الطلاب قال سرعة وزمن. سرعة على الزمن 25 5 يبقى فيها 5 متر كل ثانية تربيع وعمل صدره كده اللي هو انا طالع مقفل يعني. في سرعة منتظمة. اول ما شفت انه سرعة منتظمة يبقى بكام؟ 0. يبقى العجلة بكام؟ 0. طب عاوز تحلها بالخطوات. نفسك تحلها بالخطوات. ج بتساوي يعني عن 1 عن 2 ناقص عن 1. طب السرعه المنتظمه عن 2 زي عن 1 يعني 25 ناقص 25 والزمن مثلا ب5 يبقى 0 على 5 بكام؟ بصفر. يا أستاذ يعني حللت ال 25 عشان خاطر ده سرعه منتظمه والسرعه المنتظمه ما بتتغيرش يعني البدايه زي النهايه. هتبقى السرعه النهائيه ب 25 والسرعه الابتدائيه برضه بكام؟ 25. طيب السؤال اللي بعد كده كده كم مسألة؟ 2 3 عشان قلنا 4 مسائل 3 و1 مش احنا خدنا يعني يعني 3. جسم بدأ احنا خدنا 2 حركته من السكون. حلو كده؟ جسم بدأ حركته من السكون ثم ازدادت سرعته إلى 12 متر كل ثانية خلال 4 ثواني. احسب عجلة الجسم. تعال نطلع البيانات الأول. أنا دلوقتي عاوز عن 1 وعاوز عن 2 وعاوز جيم. مش عاوز كلام. جسم بدأ حركته من السكون معناه كان واقف. واقف يعني سرعته كانت بكام؟ 0. واقف يعني سرعته ب0 يبقى عن ابتدائيه ب0 ثم ازدادت سرعته الى 12 متر كل ثانيه. العجله عاوزها علامه استفهام. خلال الفتره الزمنيه كام؟ حافظ القوانين يا اولادي اكتبهم. ج بتساوي عن 2 ناقص عن 1 على دلتا زين. 12 ناقص 6 على ولادك لما احنا قدك. طيب ج بتساوي عن 2 بكام؟ 12 حوش مع 0 يبقى 12
12 على على 4 كانت 3. 3. يا استاذ ها. انا حليت وشوف هشوفهم دلوقتي واحنا بنحل، ما احنا بننهي عشان الظهر. دقيقة طيب يا أستاذ. طيب يا أستاذ. ايه قاعد كم واحدة؟ كده قاعد 2 واحده نحلها وواحده واي اللي بعد. يبقى ثانيه بص عليا كده، لما اقول لي جسم بدا حركته من السكون يبقى السرعه الابتدائيه بصفر. طب جسم كان يعني ماشي ثم ضرب فرامل لحد ما وقف يبقى سرعه النهايه بكام؟ السرعة الابتدائية ماليش دعوه سرعه الابتدائيه، سرعه النهايه بكام كده؟ صفر. صفر. طيب يا رحمة وانا بص عليا، جسم يتحرك بسرعة 20 متر كل ثانية، سيارة يعني، ضغط السائق على الكابح، يعني الكابح فرامل، فتناقصت سرعته بمعدل 2 متر كل ثانية تربيع خلال احسب سرعة 20 ناقص صفر على احسب سرعة الجسم بعد مرور 2 سنين. قبل ما نروح نحل ايه؟ هنحل دلوقتي. قبل ما نحل تعال نطلع المعطيات. عن 1 بكام؟ عن 2 بكام؟ ج بكام؟ دلتا زن بكام؟ عن 1 ب20. جسم اتحرك بسرعة 20 اللي بدأت بيه ده بدأ السرعة الابتدائية 20 متر كل ثانية يا بوس. صعبة دي بقى، صعبة دي. ضغط الساق على الكابح فتناقصت سرعته بمعدل 2 متر كل ثانية تربيع. ايه دي؟ هي كام حس؟ هتبقى من 20 ل 2. هي العين بالمتر كل ثانية تربيع؟ مش قلت 20 العجلة. انا عايز اعرف ايه هي الاثنين دي. العجلة. رغم انها مش كاتب عجلة، اوكي؟ بس بمعدل لما الاقي الكلمة الواحدة بمعدل 2 متر كل ثانية تربيع، اصلا كلمة المعدل دي معناها يعني سرعة الزمن. معدل 2 متر كل ثانية تربيع دي معناها مين دي؟ العجلة. قولوا اصعب من كده احطها بالموجب ولا بالسالب؟ انا ده بعرف الاشارة. ضغطت على الفرامل فسرعته النهائيه بقت اصغر من الابتدائيه. لما تبقى السرعه النهائيه اصغر من الابتدائيه يبقى بالسالب. يبقى سالب 2. ايه ده يا استاذ؟ ايه؟ مش نكتبها فوق عند السرعة. اما اقول 2 متر كل سنه تربيع دي بتاعت مين؟ العجلة. مش دي وحده العجله؟ كتبت عند العجله. طيب احسب سرعه الجسم. اما ممكن احسب سرعه، احسب سرعه الجسم. ازاي انا ابو بديك ده واقول لك احسب سرعه؟ احسب سرعه الجسم بعد مرور 2 ثانيه. يعني عاوز ده شكلها مساله صعبه ولا؟ بص عليك هكتب القانون. مين يفكرني بالقانون؟ يعني جيم، ركز معايا عشان ما حدش يقول عيدها ثاني. جيم بكام؟ سالب 2. اللي هي السالب هيطلعها غلط. عن 2 بكام؟ طب احنا ليه نزلناها بسالب؟ رغم ان هي مش السالب، ليه نزلتها بالسالب؟ عشان بالفهم كده قال لك ضغط الساق على الفرامل، فلما اضغط على الفرامل معناها السرعه هتقل ولا تزيد؟ هتجيب. ولما تبقى السرعه النهائيه اكبر من السرعه الابتدائيه، مش لسه واخدينها من شويه، لما تبقى السرعه النهائيه اكبر من الابتدائيه قصدي النهائيه اصغر من الابتدائيه، يعني هو قل. السرعه النهائيه اصغر من الابتدائيه يبقى بالسالب. مش احنا لسه حافظينها من شويه كده وقلنا انت تبقى بصفر وانت تبقى بالموجب وانت تبقى بالسالب، فانت لو حافظ الثلاثه اللي انت هتعرف تحط اذا كان بالسالب ولا بالموجب. طيب يبقى سالب 2 عن 2 بكام؟ عاوزها. ناقص عن 1 بكام؟ مش عاوزها. دلتا زن بكام؟ لو عايز ما كانش اديها لك. طيب حد يعرف يحل كده؟ يعني سالب 2 بيساوي عن 2 ناقص 20 على 2. حد يعرف عن ايه؟ ماشي. بص عليا كده. طب سالب 10. بص عليا. انا دلوقتي هشتغل خطوات رياضه. اللي هيلاقيها صعبه وقوتي هديله، بس يعني هبعت له على الواتس، يعني هديله يعني 3 قوانين. قانون الحساب العاجل او 4 قوانين. قانون الحساب العاجل على طول، وقانون حساب السرعه النهائيه على طول، وقانون حساب السرعه الابتدائيه على طول، وقانون حساب الزمن على طول، الفتره الزمنيه. بمعنى دلوقتي هو عاوز عن 2
طب تعالى اتنين فوق لسه بطرفين في وسطين وهعمل شغل الرياضه ده وقت. لو انت في الرياضه كويس ما تحفظيش خلاص. طب لو في الرياضه مش كويس قوي، اول ما اروح ابعت لك 4 قوانين تحفظيهم، عشان لو تيجي على الصوره النهائيه ما تكتبش القانون ده، تكتب القانون ده كده على طول يعني. تمام؟ بص على كده، ده مقام واحد هشغل رياضه انا دلوقتي، ده مقام واحد. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب وسطين. يعني انا عملت اول خطوه، عملت ده مقام واحد عشان ما اتلخبطش، هنزل يساوي. جميل ولا مش جميل؟ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. سالب 2 في 2 سالب في موجب بسالب، و2 في 2 تمام؟ مع كده اي شيء في واحد بنفس الشيء، عن 2 ناقص 20. يعني عن 2 ناقص 20 في واحد بعن 2 ناقص 20. الخطوه الاولى ايه؟ ايه؟ مش فاهمها بقى خلاص، مش فاهم شغل الرياضه، بعمل لك القانون، بحفظ القانون على طول يعني. يعني القانون على طول اللي هيجيبها كده، عن 2 بيساوي ج زين زائد عن 1. حلو كده؟ ده القانون اللي تحل بيه على طول، يحل لك على طول يعني ده. يعني هحل هنا بقى كده ارجع لك احل بالقانون ده. طيب هودي السالب 20 دي ناحيه المكسر الاشاره، فتبقى عن 2 بيساوي سالب 4 زائد، عشان خاطر بقى تكتب بالناقص، زائد 20 تبقى كام؟ خسرت 4 وكسبت 20 يبقى كسبت 16. سالب وموجب. ماشي كده؟ 16 ايه؟ متر كل ثانيه ولا متر كل ثانيه تربيع؟ متر كل ثانيه بس عشان ده سرعه. طب يا استاذ حسين لما يكون ده على طول. عن 2 يساوي ج زين زائد عن 1. عن 2 على طول كده. ج بكام؟ سالب 2 في زين بكام؟ ب 2 زائد عن 1 بكام؟ ب 20. لا لا حاسب بكتب سالب 2 في 2 هتكتب سالب 4 زائد 20 هتديني كام؟ 16 على طول. متر كل ثانيه. ده لو مش عايز تشتغل رياضه زي ما انا عملت كده. دي القانون بص كده. الجيم بكام؟ سالب 2. الزين بكام؟ ب 2 زائد نزلت وسرعه ابتدائيه بكام؟ ب 20. هكتب ده على الحاسبه بس هيطلع لي الرقم ده. حلو؟ انا شايف الاسهل ان انت تحفظ القانون وتريح دماغك يعني. ممكن اكتب لك القوانين دلوقتي لو عايز تنقلها بس الوقت راح. بص علي ماشي، صور على مكتب بقى المساله اللي انتوا تنقلوها. جسم بعد اذنك عن اذنك يلا مسألة شو هدي يا استاذ؟ ممكن اديكم واحد شويه دي ولا صعبه شويه. جسم يتحرك بعجله قدرها مثلا 2 اي حاجه 2 كيلو متر كل سنه تربيع. احسب سرعه الجسم النهائيه، او بلاش النهائيه، جسم احسب سرعه الجسم الابتدائيه. انا همسح ده. إذا توقف الجسم بعد 5 ثانية. كده؟ بس ده الواحد ده؟ أيوة. دوريها. جسم يتحرك بعجلة قدرها 2 كيلومتر كل سنة تربيع. احسب سرعة الجسم. أنا كاتب احسب السرعة وكاتبها مرة ثانية. يعني هما مرتين مكررين. نعم. القوانين؟ هكتب القوانين على اللي عاوزها. ايه؟ يعني مثلا كده يا استاذ. البداية. دي واحد. ده اللي مش بيعرف يشتغل رياضه. 4 قوانين اهو. ما صوريهم هذا والله اعلى واعلم.
يلا خلاص.